العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. البذور المحسنة المعدة في مؤسسة حلحل الوطنية للأبحاث الزراعية تنتج حصادا وفير. جهود للسيطرة على ظاهرة الأمراض المعدية في مديرية قلعلو. الإريتريون في الدول الإسكندنافية يؤسسون صندوق لتصدي غزو الجراد. السعودية تترأس قمة افتراضية لمجموعة العشرين. بريطانيا وكندا تتوصلان إلى اتفاق تجاري لفترة ما بعد بريكسيت. وبومبيو يجري مباحثات بالدوحة مع المفاوضين الأفغان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. صرح خبير الأبحاث الزراعية السيد نقوسي أبرهة بأن الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة حلحل الوطنية للأبحاث الزراعية لإعداد البذور المحسنة وتوزيعها على المزارعين بهدف مضاعفة الإنتاج الزراعي ظلت تحقق نتائج جيدة. وذكر السيد نقوسي بأن استخدام البذور المحسنة مهم جدا في عملية ضمان الأمن الغذائي، ولذلك تقوم المؤسسة بأبحاث زراعية على أنواع الحبوب الحقلية الرئيسية والبقوليات والمحاصيل الزيتية وتوزيعها على المزارعين. وأوضح السيد نقوسي بتجريب بذور القمح المحسنة والذرة والدخن في أقليم عنسبة والجنوبي والأوسط والقاش بركة وحققت نتائج جيدة. وقد وزعت في الأقليم الجنوبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بذور القمح المحسنة المعروفة بأتيلا وسيدرا بهدف تكاثر البذور. أنتجت ما بين 40 إلى 60 كنتال من الهكتار الواحد في المزارع التي وجدت متابعة ورعاية جيدة. كما حققت بذور الذرة المحسنة سعري التي زرعت في المحافظات نتائج عالية. في الختام دعا السيد نقوسي المزارعين اتباع إرشادات المهنيين الزراعيين من خلال تمهيد وإعداد أراضيهم الزراعية لحصاد إنتاج وفير، مناشدا للدفع بأعمال حفظ المياه وحماية التربة. تحقق الجهود الجارية بالمساهمة الجماهيرية في مديرية قلعلو وأقليم شمال البحر الأحمر للسيطرة على الأمراض خاصة الأمراض المعدية نتائج فعالة. أوضح الممرض جمال نور أحمد من عيادة قلعلو أن الحملات التوعوية الصحية الجارية آخذا في الاعتبار القرى البعيدة ساهمت في ارتفاع أعداد المواطنين القادمين إلى المؤسسات الصحية لإجراء الفحوصات الطوعية التي كانت مقتصرة على المخطوبين فقط بنسبة 85%. وأشار الممرض جمال إلى ارتفاع نسبة انخفاض مرض السل ب 23.5% مدفوعين بالسيمينارات المكثفة المقدمة التي أدت بدورها إلى مراجعتهم العيادة، وهذه النتائج تساعد في معالجة الجزء الأكبر من الأفراد المجتمع الحاصلين على الفحوصات الطبية، داعيا المواطنين الخضوع للفحوصات الطبية الطوعية لمعرفة أوضاعهم الصحية. وأوضح الممرض جمال بأن المديرية تنتشر فيها عادات وتقاليد ذات أضرار صحية يجب الحد منها، منوها لإجراء حملات توعوية وسيمينارات مكثفة للتخلص منها. من جهته قدم الممرض سعيد محمود توضيحا مسهبا فيما يخص بالأمراض غير المعدية، مشيرا إلى أن مرضى السكري وضغط الدم والربو يحصلون على الرعاية الصحية والفحوصات الطبية اللازمة في العيادة ويتناولون أدويتهم بشكل جيد. بدأ المواطنون المقيمون في الدول الإسكندنافية تقديم مساعدات مالية بتأسيس صندوق لتصدي غزو الجراد. وبموجب ذلك أفادت الأنباء الواردة من السويد بأن المواطنين المقيمين تبرعوا 60,000 كرونر لتنمية الصندوق. وقال سكرتير لجنة الاحتفالات الوطنية في السويد السيدة زايد عقبزقي رغم تفاوت التحديات من حيث الوقت والنوع إلا أنها
تهزم كالعادة بالتصدي الإريتري، مؤكدين جاهزيتهم لإنجاح البرامج الحكومية التي تهزم كافة العدائيات. من جهة أخرى، أفاد مراسل وكالة إيرينا بأن الدارسين في مدرسة العلوم الاجتماعية بنقفة تبرعوا ب15,000 نقفة لمساعدة 15 أسرة شهيد. وأشارت المعلومات الواردة بأن المبادرة المقدسة المتخذة عبر الدارسين في مدرسة العلوم الاجتماعية بنقفة تجري للعام الثالث. أيها السيدات والسادة، هذه كانت أخبارنا المحلية، فصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السبت أعمال قمة مجموعة ال20 متوجها بالحديث عبر شاشة إلى زعماء أكبر الاقتصادات في العالم في بداية اجتماعات افتراضية استثنائية تخيم عليها جهود مكافحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة. وظهر قادة أقنى دول العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوافذ متعددة على شاشة توسطتها صورة العاهل السعودي. ويلتقي زعماء العالم في القمة التي تنظمها دولة عربية لأول مرة، بينما تتكثف الجهود العالمية لإنجاز وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في أعقاب تجارب ناجحة مؤخرا، وفيما تتولى الدعوات لسد عجز بنحو 4.5 مليارات دولار في صندوق خاص بتمويل هذه الجهود. وأشار المنظمون إلى أن دول مجموعة ال20 ضخت 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، وساهمت بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة وباء كورونا الذي أصاب نحو 55 مليون شخص على مستوى العالم، وخلف نحو 1.3 مليون حالة وفاة. لكن قادة مجموعة ال20 يواجهون ضغوطا متزايدة لمساعدة الدول النامية على عدم التخلف عن سدد ديونها. توصلت المملكة المتحدة وكندا إلى اتفاق تجاري مؤقت لما بعد بريكسيت يمدد الاتفاق السابق عندما كان البلد جزءا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يناير 2021 وفق وزارة التجارة البريطانية. وقالت الوزارة في بيان: توصل رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو رفقة وزيرة التجارة الدولية ليزا تراس ونظيرتها الكندية ماري نيغ إلى اتفاق مبدئي يحدد الاتفاق التجاري الحالي بين الاتحاد الأوروبي وكندا. ولم يوقع بعد الاتفاق رسميا، وهو مؤقت لأنه ستفتتح مفاوضات العام المقبل من أجل إبرام اتفاق جديد أكثر طموحا وفق وزيرة التجارة الدولية البريطانية. ولا يشمل الآن سوى بنود الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وكندا، ولا يعطي أي امتياز جديد للشركات البريطانية، لكنه يعفي المصدرين من ضرائب جمركية تقدر ب 42 مليار جنيه استرليني. وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث ينتظر أن يجري محادثات منفصلة مع كل من الوافدين المفاوضين لحركة طالبان والحكومة الأفغانية المشاركين في مفاوضات السلام الأفغانية في قطر. ووسط أعمال العنف المتواصلة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو سيعقد اجتماعات بشكل منفصل في الدوحة، حيث تجري الحكومة الأفغانية وطالبان مفاوضات سلام منذ سبتمبر الماضي. ويقوم وزير الخارجية الأمريكي حاليا بجولة تشمل 7 دول في أوروبا والشرق الأوسط، من بينها الإمارات، على أن يختتمها في السعودية. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أعلنت سحب نحو 2000 جندي أمريكي إضافي من أفغانستان بحلول 15 من يناير، أي قبل 5 أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
خدمة آلية بطلها روبوت يسهر على راحة الزبائن وخدمتهم بشكل فعال. الروبوت يشغل وظيفة النادل ويقوم بتوصيل طلبات الزبائن من قهوة وطعام، حيث يتم تزويده بطلبات الزبائن التي يتم تحميلها، ويمر الروبوت بشكل نظامي على العملاء ويقوم كل واحد منهم بسحب الشيء الذي طلبه أثناء تنقل الروبوت. بمجرد اكتمال التسليم يعود الروبوت إلى نقطة البداية بجوار المطبخ. ويحتوي الروبوت على عدة صواني، لذا يمكنه العمل على عدد من الطلبات في وقت واحد، ولديه 3 كاميرات، 2 في الأسفل يمكنها اكتشاف العوائق التي تصل إلى 15 مترا وتحفيز الروبوت على التوقف. انتهت النشرة، إلى اللقاء.